السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما على طول ان شاء الله. ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. النهاردة انا جاي اتكلم عن رامز جلال والبرامج بتاعته اللي زي العسل، مع اختلاف النظر طبعا ان اغلبية الناس اذا كان في مصر او اي بلد، في طائفة بتحب رامز وفي طائفة ما بتحبوش، بس الطائفتين بيتفرجوا على رامز، واكيد يعني بيتفرجوا على رامز. يعني يطلع البرنامج كويس او مش كويس لازم يتفرجوا على رامز، لازم يدوا الرأي بتاعهم برضه. احنا بنتكلم عن رامز جاب من الاخر، اللي هو بيتعرض رمضان 2024. اللي احنا بنشوفه ده لما الاتنين بينزلوا من الشلال مع بعض، دي اكيد حصل كوارث كوارث كوارث. يعني انت لو حبينا نعمل كده ايه، لفة حوالين المستشفيات اللي هي حوالين المكان اللي بيصوروا فيه، هنلاقي فيه قطع غيار بني ادمين جوه المستشفى دي من البرنامج ده. هتلاقي ايدين مكسرة، رجلين مكسورة، كتف ملوح، رقبة مكسورة، رجل ملوحة. لازم تلاقي حاجات، مع ان احنا شفناه ده، دي حاجة بسيطة. اكيد 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 في فنانين وشخصيات صوروا وحصل لهم كسور وما تعرضوش، في اللي اتشكل معاه وفي اللي فعلا بقى مصاب معرفش يكمل الحلقة. فعلا هو كده جاب من الاخر، هو حب يكسرهم. يعني الفنان يخلص الحلقة بتاعته ده لو كملها يطلع معاها ايده مكسورة، رجل مكسورة، لازم ياخد بصمة كده وهو مروح. لان فعلا خطيرة، يعني لما الاتنين بينزلوا من الشلال مع بعض، ممكن واحد وهو نازل برجله في وش التاني. يعني ده غير ان هو مثلا بينزل مش